اسمي كريم، 28 سنة، لا غني ولا فقير، مش ناجح قوي ومش فاشل خالص، عادي، كل حاجة في حياتي عادية. ياه، ده أنا مش عايش. إيه الحياة اللي عبارة عن تكرار في تكرار دي؟ هو أنا كده للأبد؟ نظام، مواعيد، نوم وصحيان. أنا في سجن ولا في حياة؟ إيه الهزار ده؟ ده أكيد مش لعبة اشتريتها زمان. أنا كنت زهقان بس دلوقتي أنا تايه. هو النظام كان خانق بس الفوضى دي مرعبة. مرحبا بكم في اكسوتونومي، هنا حيث نغوص في أعماق الحياة، نبحث عن السعادة الحقيقية ونعيش كل لحظة بتفكير عميق ورؤية ساطعة. في ليلة مظلمة من ليالي أغسطس سنة 1947، وفي وسط بحر من الصراخ والمذابح والانفجارات، وقف رجل واحد لابس بدلة بسيطة قدام ميكروفون قديم كان اسمه جواهر لال نهرو. الهند ساعتها كانت في قمة الفوضى، بلد لسه طالعة من استعمار بريطاني استمر قرن كامل، بلد تمزقها الطائفية بين الهندوس والمسلمين، ملايين بيقتلوا في بعض، بيوت بتتحرق وعائلات بتتشرد، والناس كلها بتصرخ. فين الدولة؟ فين الأمل؟ فين النظام؟ في لحظة منتصف الليل بينما العالم ينام ستستيقظ الهند لحياة وحرية. ودي كانت أول مرة في تاريخ الهند تكون فيها دولة مستقلة وحرة. من قلب فوضى مجنونة اتولدت دولة فيها قانون، دستور، برلمان، تعليم، وكرامة إنسانية. أوقات بتحس إنك تايه، الدنيا بتتحرك حواليك بس أنت واقف، كل حاجة حواليك بتنهار، علاقات، خطط، مشاعر، زي دوامة بتسحبك لجوه. وفي وسط الفوضى دي بتسأل فين النظام؟ فين المعنى؟ ليه كل حاجة اتلخبطت؟ بس السؤال الأهم مش ليه، وإنما إيه اللي بيجي الأول؟ فوضى ولا النظام؟ خلينا نبدأ من الأول، مش بمعنى البداية الزمنية، وإنما بداية الفهم. إيه هي الفوضى؟ الناس دايما بتفكر إنها عكس النظام، بس الحقيقة الفوضى مش بس زحمة، مش بس أوراق مرمية ولا مواعيد ضايعة ولا شوارع مزنوقة. الفوضى الحقيقية هي اللحظة اللي بتفقد فيها القدرة على الفهم، اللي تحس فيها إن كل حاجة حواليك ملهاش معنى. بتصحى الصبح ومفيش هدف، بتتكلم ومحدش فاهمك، بتبص في المراية ومش عارف انت مين. هي دي الفوضى. اما النظام فهو محاولتك انك تهرب من الاحساس ده، ترتب افكارك، تحط خطة، تكتب نوتة مهام، تقول لنفسك انا المسيطر. بس هو فعلا كده؟ هل النظام ده حقيقي ولا هو مجرد وهم مصنوع علشان نرتاح؟ يمكن احنا بنبني نظام زي اللي بيبني قلعة من الرمل، عارفين انها هتقع بس بنبنيها علشان ما نحسش ان احنا مش لوحدنا، مش تايهين، مش حاسين بالفراغ من جوانا. الفوضى والنظام مش ضد بعض، دول زي الليل والنهار، واحد بيظهر لما التاني يختفي. الفوضى بتخلق اسئله والنظام بيحاول يجاوب، لكن ساعات النظام بيجاوب غلط، وساعتها الفوضى لازم تبدا. السؤال بقى، هو النظام اللي احنا فيه دلوقتي حقيقي ولا احنا بس حاطين نفسنا جوه جدول خايفين نواجه المجهول؟ ولو كل نظام مصيره الفوضى يبقى احنا عايشين على خط رفيع ما بين المعنى واللا معنى. لو بصينا للتاريخ هنلاقي ان اعظم الامبراطوريات بدات من الفوضى. الامبراطوريه الرومانيه مثلا بدات من انهيار ملكيه فوضويه. الدوله الاسلاميه بدات في جزيره العرب في قلب صراعات قبائل وغياب نظام حقيقي. الثوره الفرنسيه فوضى، دم، دمار، بس بعدها جت مفاهيم الحريه والدستور. بس تعالى كملنا، نفس الامبراطوريات دي لما النظام فيها بقى خانق جامد ميت جت فوضى جديده. كأن الفوضى دايما بتيجي لما النظام يفقد روح، وكأن النظام بيتولد من رحم الفوضى، والفوضى تتولد لما النظام يتجمد. فسؤالي كان محوري من ناحيه ووجودي من ناحيه تانية. السؤال ده زي اللي كان اجدادنا بيسألوه لنا واحنا صغيرين، مين اللي بيجي الاول، البيضه ولا الفرخه؟ لو قلت البيضه بتيجي الاول وبعدين تفكس وتجيب كتكوت اللي بيبقى فرخه بعدين، هقول لك مين اللي جاب البيضه. ولو قلت ان الفرخه هي اللي جت الاول هقول لك جت من انهي بيضه، وهكذا. فسؤالي ايهما يسبق الاخر، الفوضى ام النظام؟ كان وجودي من تلك الناحيه ومحوري من ناحيه ان احنا نقدر نفكر ونتعمق فيه. يعني مثلا قصه سيدنا نوح، فوضى الطوفان ونظام الحياه الجديده. في زمن سيدنا نوح سادت فوضى القيم، ناس بتكذب
بتكفر، بتكسر كل القواعد. المجتمع كان عايش في نظام شكلي بس حياته فوضى داخل. وربنا قرر يبعث الطوفان، مش كعقوبة بس وإنما كإعادة ضبط كمان. الفوضى دي كانت نهاية نظام فاسد وبداية نظام جديد، نظام مبني على الإيمان، على القيم، على الأخلاق، على حياة كاملة من أول وجديد. درسك هنا الفوضى بتكون نقطة الصفر اللي بعدها كل شيء بيتبني من تاني. كل واحد فينا عاش دورة الفوضى دي بشكل شخصي ويمكن أكتر من مرة كمان. أنت مثلا فاكر لما قررت تسيب الشغل اللي بيخنقك؟ كان قرارك فوضوي، الناس قالت عليك يا إما راجل مجنون يا إما راجل دلوعة مش قد المسؤولية. لكن بعدها بدأت حياة مختلفة، شغل جديد، هدف أجدد، وحياة أسعد. ولا فاكر لما فركشت وقعدت في ليالي وليالي وانت مشغل تامر عاشور؟ كنت في فوضى عاطفية كاملة، بس بعدها بدأت تعرف نفسك أكتر، تحبها، تبني نظام جديد لحياتك. احنا كائنات بتنتقل من نظام لفوضى ومن فوضى لنظام، دي دورة طبيعية ولازم تمر بيها. ساعات هتحس انها مؤلمة وساعات تانية هتحس انها لازم تبقى موجودة علشان تشفي جراحك القديم. التغيير نفسه فوضى، الطفولة فوضى اكتشاف، المراهقة فوضى مشاعر، الشباب فوضى اختيارات. لكن كل ده بيبني نظام شخصيته. الإنسان مش بيتطور في الاستقرار، الإنسان بينمو في لحظات الانكسار والضياع والشك. بس لما النظام نفسه يكون فوضى متخفية دي يبقى لها حساب تاني. فاكرين فيلم هي فوضى؟ حاتم كان ضابط شرطة والمفروض يحمي الناس، لكن الحقيقة كان هو الفوضى نفسها، بس كان لابس لبس السلطة والنظام، بياخد رشاوي ويهدد ويقهر وبيتحكم في مصير الناس. والحكومة دي هي أنا. بلد فيها قانون. قانون؟ هنا في قانون واحد بس، قانون حاتم. الجملة دي مش مجرد غرور، دي تلخيص لمأساة. لما القانون يبقى فوضى متخفية ولما النظام يتحول لسجن بارد، ساعتها لازم فوضى جديدة تحصل. لازم الناس تكسر النظام ده علشان ينبني نظام أعدل وإنساني أكتر. أيوة، في شغل كل يوم بتروح له بنفس الميعاد بنفس الطريق بنفس الدوشة، بس كل يوم بتصحى في جزء من روحك بيختفي. كل يوم بتنسى انت كنت بتحلم بايه. كل يوم بتقنع نفسك ان ده الطبيعي، بس الطبيعي مين قالك ان هو صح؟ العادي مش دايما معناه ان هو الصح، اوقات بيبقى مرض مزمن اتعودنا عليه. العادي بتاعك دوت فيه كلام وضحك ومناسبة كل سنة، بس فين الشغف؟ فين قلبك اللي بينبض؟ فين الايد اللي كانت بترتجف اول مرة اتلمست؟ ده استقرار ميت، ده مش حب، ده هدنة. تفطر، تشتغل، ترجع، تنام، وتكرر 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 لحد ما في يوم تبص لنفسك وتقول انا فين؟ انا ما كنتش كده. اللي انت عايش فيه مش نظام، ده قفص مصنوع من عادات محفوظة ومجاملات بايخة وهروب بسبب الخوف. خوف من التغيير، خوف من انك تسأل نفسك السؤال اللي كلنا بنهرب منه: وانا هفضل كده لحد امتى؟ الفوضى اللي بنخاف منها بره ولا حاجة جنب الفوضى اللي بتكون جوانا لما بنعيش في نظام كاذب بنضحك بيه على نفسنا. ساعتها بتكسر النظام مش لانك فوضوي وانما لانك بتدور على نظام اصدق، نظام حقيقي في معنى وفي نبض. بعد كل دوشة الفوضى وكل اخداع النظام بيجي السؤال الحقيقي: ازاي ارجع لطريق فيه معنى؟ طريق مش بيتصنع قدام الناس ولا بيتفكك اول ما اقفل بابي. الطريق ده مش خريطة ولا وصفة على اليوتيوب، الطريق ده انت اللي بترسمه. ابدأ بانك تصدق نفسك، مش تصدق الحكايات اللي اتقالت لك من زمان، وخليها في دماغك مش كل اللي اتربينا عليه كان غلط ومش كله كان صح كمان. اسأل نفسك انا ليه بصحى كل يوم؟ واللي بعمله بيعبر عني ولا بيستهلكني؟ ما تخافش من اللحظات اللي تحس فيها انك تايه، التيه مش ضعف، التيه ده دليل انك بطلت تمشي ورا القطيع وابتديت تدور على صوتك. اتعلم ترتب الفوضى من غير ما تقتلها، وتعلم تعيد بناء النظام من غير ما تبقى عبد. خلي روحك تمشي وراه حتى لو الطريق مش مرسوم، حتى لو اتكسرت وانت بتبنيه، لان كل خطوه حقيقيه هتقربك من حياه تشبهها. عيش الحياه اللي لما تموت تقول انا ما كنتش نسخه، انا ما كنتش بقلب، انا ما كنتش خايف، انا كنت انا. في النهايه العالم عمره ما كان مكان مرتب للتاني ولا فوضى كامله، وانما احنا عايشين في منطقه رماديه بين الحلم والواقع، بين اللي اتعلمناه وبين اللي اكتشفناه بانفسنا. الفوضى كانت دايما بدايه الخلق، والنظام كان دايما محاوله اننا نفهمه.
بس المعادله مش ابيض يا اسود. الحياه مش كتاب قوانين ولا مسرحيه مرتجله، الحياه لوحه فنيه كل واحد فينا بيكملها بضربات فرشته. فما تخليش النظام يخنقك وما تخليش الفوضى تبلعك. ابني نظامك من فوضاك، من جراحك، من اسئلتك، وخلي حياتك تبقى قصه مش تكرار ولا هروب من الواقع. تعالى ما تخافش. مش مهم تكون ماشي فين، المهم تكون ماشي وانت واعي بالطريق اللي انت فيه. لو حسيت ان الحلقه دي لمستك شاركها مع اللي ممكن يكون في قلب الفوضى ومش عارف يعمل ايه، وسيب لي تعليق ايه النظام اللي ناوي تكسره والفوضى اللي ناوي ترتبها. ما تنساش تعمل لايك لو حابب نكمل النوع ده من الحلقات، واشترك في القناه مش بس علشان توصلك الحلقات ولكن علشان تعرف انك مش لوحدك في الرحله دي. سلام. انا ليه دايما بنجذب للناس الغلط؟ اول ليه حاجه لازم تفهمها الانجذاب مش صدفه، ده كيمياء وسيكولوجيه ماشيه بقوه. بس مفيش حاجه اسمها الراجل بيساوي الست. ما انت لو كنت مهتم كنت عرفت لوحدك. بذمه اهلك هعرف ازاي؟